الله وبركاته حبايبي الغاليين. النهارده ان شاء الله هعلمكم طريقه الفراخ المشويه في الفرن على الشبكه بكل تفاصيلها، وهعمل لكم التوميه ان شاء الله. هعمل لها محلول نقع بعد ما اغسلها كويس بمعلقه طحينه، ومره تانية بالدقيق وبالخل والملح كويس قوي، واعمل لها محلول نقع عباره عن نص كوبايه سكر، نص كوبايه ملح، ربع كوبايه خل، عصره ليمونه، واروح نقعها فيها ساعتين 3 تبقى زي الفل. بالاضافه ان انت تغسليها. الكبده اللي بنقول عليها كبده اللي هي في الورك دي بتتشال لانها من اسباب الزفاره. بالنسبه للصدر الجزء اللي هو الصغير اللي في الجناح ده برده بيتشال، وتغسلي حاجتك وتخليها زي الفل كده. طيب هتخليها بنفس الوضع ده؟ لا، انا بوريكم خطوه بخطوه. بتيجي كده بسكينه وتروحي فاتحه مقطعه كده اهو، ماشي كويس قوي. من الناحيه دي كمان اهو كده اهو، واجي عند العظمه دي بتاعه الورك سيبها سليمه. شفت ضربت عليها بالسكينه، بصوا اهي، فاتحه لها فتحه كده، كسرتها بس موجوده لسه في الورك علشان اي دم او اي حاجه ما تبقاش فيها، والخلطه اللي انا هعملها تتخللها كويس قوي. ده الورك. طب نعمل ايه في الصدر؟ بجيب الصدر برده اهو شرايح، بس ما توصلش للاخر، يعني بعمل لها شرايح علشان لو حطيت الخلطه تخش جواها تديها طعامه. طب بس كده دي هسيبها زي ما هي مكلكعه كده؟ لا، اجي هنا زي الساندوتش، افتح لها كده واجي هنا من جنب العظمه وافتحها كده بايدي. شوفوا عملت ازاي بقت وافتحها كده زي الفراشه. بقى اللحم خفيف شويه مش مكبس، ويتشوي كويس، والخلطه تتخلل كل الانسجه دي اللي انا مقطعاها. وعند الجناح كمان اعمله فتحات برده كده، ماشي. شفتوا انا عملت الورك ازاي والصدر ازاي؟ هكمل وارجع لكم اوريكم بقى بقيه المقادير والخلطه. خلاص كده حبايبي، قطعت الفرخه كامله زي ما قلت لكم، شرحتها ازاي، انا كسرت الدبوسه كده من تحت العظمه بتاعته علشان لما احط الحشوه يبقى طعمها حلو، والانسجه الصدر عاملاه زي الفراشه كده مفتوح ومشرحاه برده. هنعمل ايه هي بقى التتبيله؟ انا هنا بصلتين وسط مبشورين، مش هعمل زي بعض الطرق يقول لك خدي الميه بس، لا انا عايزه التفل ومش هيتحرق، بالعكس ده عيالي بيحبوا ياكلوا كويس جدا. طماطمين كبار بشراهم برده، طماطمايه كبيره بشراها، هريسه اللي انا كنت عاملاها بالثوم والشطه وفرماها في الكبه، 3 معالق او معلقتين كبار عسل اسمر بديل الباربيكيو او دبس الرمان، وده انا جربته كذا مره ولقيته انه اطعم من استخدامي كمان لدبس الرمان والحاجات التانيه. علبه زبادي تطري انسجه اللحمه وتديها وش حلو يحمر، معلقتين خل كبار، معلقتين زيت ذره او زيت عباد نضيف كبار. بالنسبه بقى هنا للتوابل اللي هتديها طعم حلو، توم باودر، بصل باودر، توابل بتاعه الفراخ، كبابه صيني على قرنفل يا دوبك ربع معلقه، قرفه، كاري، جنزبيل، فلفل اسمر، وده طبعا ملك الاكل كله. وهنا انا بجيب الحبهان والروزميري والقراوره واديهم طحنه في الكبه، واخد منها برده ربع معلقه مع بشره جوز الطيب مع معلقه صغيره بتاعت الشاي مليانه ملح، والبابريكا المدخنه. دي التوابل بتاعتي واللي بتدي طعم حلو. شفتوا؟ يبقى احنا كده هنجيب البصل اهو اللي عليه الطماطين الكبار اللي انا بشراهم برده مع القطايه المبشوره، واجيب هنا الهريسه هنزل بتاع معلقه كده، ماشي، مع التوابل بتاعتي والملح انزلها كلها، واروح ضايفه معلقتين الخل بتوعي ومعلقتين الزيت والعسل الاسمر معلقتين
وده بديل الباربيكيو او الصويا صوص او دبس الرمان. وطبعا انا جربته كذا مره وكان عاجبني اكتر من ايه المكونات. الباربيكيو او الدبس الرمان بيدي طعم لذيذ، ميكس ما بين الحادق والحلو، ولا بيبان خالص في الاكل، بس بتديكي طعم جميل كده. واروح جايبه كمان بقى علبه الزبادي بتاعتي، واقعد بقى ايه اخلط المكونات الجميله دي كلها تعليلي بقى التيست. الزبادي بقى بيخلي انسجه الفراخ تطرى وتبقى جميله وتحمر. نجيب الفراخ بتاعتنا اللي احنا كنا مقطعينها سوا ومشرحينها كده كويس، وندخل من تحت الجلد وبين الفتحات اللي انا فتحتها دي كده كويس اهي، من الناحيه التانيه في العظمه كده كويس فتحات ماشي. دي قطعه الصدر اللي عامله زي الفراشه كده، وتعملي كده، وبرده في الفتحات اللي انا فتحتها وفي الجناح، وتجيبيها كده على جنب. دلوقتي هديكوا شفتوها تبلتها ازاي ومنظرها جميل يفتح النفس. هجيب الورق الاسترتش ده بقى واروح مغلفه الايه. طب اديني لفتها اهي كويس قوي الورق الاسترتش، واحطها على رف التلاجة اقل حاجه 4 ساعات، ويا ريت من قبلها بليله عشان تتشبع بالخلطه دي ويبقى الطعم والمذاق بتاعها جميل. ولما اجي احطها بقى في الفرن هعرفكم اعمل ايه والحراره ايه والكلام من ده. يا حبايبي قعدت من امبارح في التلاجة، حتى نزلت الميه بتاعتها والصوص بتاعها كويس جدا واتبلت حلو. جبت صينيه زي القالب كده هحطها على الصاجه بتاعه الفرن، حطيت فيها شرايح ليمون، وهجيب كده الشبكه بسم الله، وابتدي بقى ايه امسك القطع بتاعتي بتاعه الفراخ وارصها ايه، انفضها كده حلو وارصها بسم الله اهو، ارصها كده. شايفين حبايبي ازاي معموله على الشبكه حلو، تحتيها ميه. ليه الميه دي؟ علشان تطلع البخار بتاعها وتفضل كده في البوتاجاز تطلع، فاضطري اللحم بتاع الفراخ ما يبقاش ناشف من الفرن، ويطلع كده جوسي وجميل وطعمه حلو. وبعد ما يخلص الوش اللي تحت ويتحمر حلو اقلبها على الناحيه التانيه على نفس برضو الايه القالب ده. اما تطلع بقى افرجكم عليها. احنا هنوريكم ازاي نعمل التوميه بابسط طريقه. انا جبت في كزرونه كده او طاسه، وعملت كوبايه ونص ميه على معلقه كبيره ونص نشا، وطبختهم زي المهلبيه، بس بصوا خفيفه في القوام مش تقيله مكلكعه. وبعد كده هنزلها في الخلاط، شفتوا بتنزل بكل سهوله ازاي اهي، يعني عملتها زي المهلبيه الخفيفه. وبعدين هنزل عليها نص معلقه صغيره ملح، 5 فصوص ثوم او 4 فصوص ثوم كبار، عصير ليمونه واحده، معلقه خل، وابتدي اضربهم في الخلاط مع ايه سرسوب زيت، عشان تبقى دي الزيت ده ماده الربط. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي حبايبي طلعتها من الفرن، بصوا جميله ازاي، مش محروق طبعا البصل، بالعكس عامل زي المرتة وطعمه جميل وبيحبوا ايه ياكلوه. ودي طبعا التوميه اللي احنا عملناها انا عاملاها خفيفه، بصوا جميله هي حلوه، هما بيحبوها وكده. عايزاها اتقل من كده، بدل معلقه ونص نشا بتخليهم معلقتين. جميله طعمها حلو وانضف من اي مكان تجيبيها من بره. ما تنسونيش في اللايك والشير، دعموني عشان تلاقوني. دمتم بصحه وعافيه، السلام عليكم ورحمه الله.